ازيكم حلوين، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي نورز كيتشن. هنعمل النهارده مع بعض وصفه الكوسه بالبشاميل. طريقه جميله وحلوه واطفالك هيحبوها وانتوا كمان هتحبوها. طريقه مختلفه لعمل الكوسه. هجيب الكوسه وهقشرها وهقطعها شرائح طوليه، وبعد كده هحطها في طاسه تيفال بمعلقه سمنه. هقلبها على الجنبين يدوبك تاخد وشين بس. بعد كده هجيب عندي طاسه واحط فيها لحمه مفرومه واعصجها بالطريقه المعتاده بتاعتنا. وطبعا انا عملت بشاميل بالدقيق واللبن بنفس طريقة البشاميل بتاع المكرونة البشاميل. بعد كده هجيب البايركس او الصينية اللي انا هصب فيها الكوسة، طبقة من البشاميل، طبقة من الكوسة الشرائح الطولية، وبعد كده هحط تاني طبقة من البشاميل. خلي بالك ان البشاميل هنا ما يكونش تقيل، لازم يكون خفيف عشان الكوسة تكمل السوا بتاعها. بعد كده هحط طبق تاني من اللحمة المعصجة او اللحمة المفرومة، وهكمل طبقات الكوسة واللحمة والبشاميل. اخر حاجة خالص في الاخر هحط فوقيها طبقة من البشاميل وادخلها الفرن. هتاخد بالظبط نص ساعة، وبعد كده هتاخد 5 دقايق على الشواية. وبألف هنا وشفا هتاكلوا احلى طريقة لعمل الكوسة بالبشاميل، بطريقة جديدة ومختلفة وسهلة جدا. تقدري تقدميها في العزومات، شكلها جميل وطعمها اجمل. ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب ولايك عشان يوصلك كل فيديو جديد. يلا باي باي.